لكن تعرف ان في القصه الاصليه لطرزان كان سفاح متوحش ما عندوش رحمه، مش الشخص الطيب اللي احنا شفناه. وان الجزيره اللي هم كانوا موجودين فيها ما كانتش مجرد جزيره عاديه، ولكنها مكان مرعب فيه قبائل غريبه بتعمل حاجات ما تتخيلهاش ابدا على بالك. وهحكي لك كلام اكتر من كده في قصه النهارده. قبل ما نتكلم عن القصه الحقيقيه لطرزان اللي هي من كتاب طرزان اوف ذا ايبس، خلينا الاول نروح نتفرج على الفيلم اللي كلنا شفناه واحنا صغيرين، اللي هو فيلم طرزان اللي انتجته ديزني. الفيلم سريعا كده كان بيبدا براجل ومعاه مراته ومعاهم طفلهم الرضيع، والمركب اللي هم فيها بيحصل فيها حريق ضخم وبيضطروا ان هم ينطوا في البحر، وبأعجوبه بيوصلوا على جزيره، وهناك بقى بنشوفهم وهم بيبنوا مأوى ليهم وبيعيشوا فيه. ولكن للاسف في فهد بيهجم عليهم وبيقتلهم هم الاثنين، وبيقدر الطفل الصغير ان هو ينجو بأعجوبه، لحد ما في شخصيه اسمها كالا واللي هي واحده من القرود بتلاقي طرزان وبتاخده تربيه لان هي ما كانش عندها اطفال. طرزان بعدها بفتره بيكبر وبيتعلم وبيتحول لواحد من القرود، برغم ان هو طول الوقت كان حاسس ان هو مختلف. كان بيتعرض دايما للتنمر من كل اللي حواليه، وده لان هو في الحقيقه مش قرد، هو مجرد بني ادم، ولكن الظروف رمته في المكان ده. وحتى ان القائد بتاع القرود او الغوريلات اللي هو يبقى جوز كالا اللي اسمه كرشاك عمره ما اعتبر طرزان ان هو واحد منهم، وكان دايما بيعتبره غريب. الامور بتفضل مكمله بالشكل دوت لحد ما في يوم من الايام بيظهر على الشاطئ مجموعه من الباحثين اللي جايين من انجلترا، واللي كان منهم جين وابوها ومعاهم واحد صياد اسمه كليتون. طرزان في البدايه بيكون بيراقبهم بحذر وخايف ان هو حتى يقرب منهم، ولكن بعد فتره الفضول بياخده وبيكتشف ان جين وقع في مصيبه مع القرود اللي هي شبه النسانيس، فبيجري بسرعه وبيستعرض عضلاته وبيقدر ان هو ينقذها. المشهد بيكون غريب جدا لان هي اول مره تشوف بني ادم بالشكل ده، وهو طبعا ما كانش قادر ان هو يتكلم معاها ولا حتى يتفاهم. جين ومعاها ابوها انبهروا لما شافوه، وقرروا بقى ان هم هيعلموه اللغه الانجليزيه ويعرفوه كل حاجه عن حياه البشر من اول العادات والتقاليد بتاعتهم حتى لغايه اللبس. لكن للاسف طرزان بيتعرض لخداع من اللي اسمه كليتون الصياد، اللي كان في الحقيقه مش همه الابحاث ولا حاجه اللي جاي مع جين وابوها فيها، ولكن كان همه ان هو يوصل للغوريلات ويحبسهم ويروح يبيعهم بفلوس. وفعلا طرزان بيوصله بمكان الغوريلات، وبتحصل معركه كبيره جدا بين الصيادين اللي هم رجاله كليتون وبين القرود، والمعركه دي اللي بينتصر فيها القرود. اما بقى بالنسبه لكليتون بتكون نهايته بشعه لما بيقع بين الاغصان بتاعه الشجر والحبال، وبحركه غشيمه منه بينهي حياته وهو متعلق في مكانه. وبعدها طرزان وجين والقرود بيعيشوا في تبات ونبات. هذه بقى القصه الاصليه بتاعت الفيلم، سيبك منها دلوقتي وخلينا نتكلم على القصه الحقيقيه الموجوده في الكتاب اللي هي اكثر ظلاميه ورعبا. القصه بتبدا واحد اسمه جون كليتون الثاني ومعاه مراته اللي اسمها أليسون، كانوا راكبين مركبه من المراكب وطالعين بيها في رحله عمل، ولكن اللي بيحصل ان واحد من الركاب بيتجنن عليهم وبيطلع سلاحه وبيهدد بيه كل الناس، وهم خوفا على حياتهم بينطوا من السفينه وبيفضلوا يسبحوا لحد ما بيوصلوا عند جزيره موجوده. الجزيره دي ناحيه افريقيا، ولو انت اكيد لاحظت اول فرق ان الراجل والست ما كانش معاهم رضيع، ولكن في الحقيقه كانت أليسون حامل في طفل صغير، واضطرت بقى للاسف انها تولد وهي موجوده على الجزيره، طبعا من غير ادويه، من غير رعايه طبيه، ومن غير اكل كويس. بعد فتره أليسون بتتوفى وما بيتبقاش غير الاب والطفل الرضيع. الاب بعد فتره بيهجم عليه واحد من القرود، القرد دوت اسمه كرشاك، ده اللي كان موجود في الفيلم اللي احنا شفناه بتاع ديزني، ولكنه في القصه دي نسخه اكثر عنفا، مرعب ما بيهموش حد وبيقتل وخلاص. وفي منظر دموي جدا كان بيوصفه الكاتب في القصه ان هو مزقه وسابه سايح في دمه. قبل ما يقتل الطفل الرضيع بثانيه بتتدخل كالا اللي هي مراته اللي ما كانش عندها اطفال، وبتاخد طرزان وبتنوي انها تربيه. طرزان لما بيكبر شويه بيبتدي ان هو يتعرض لتنمر زي القصه بالظبط، ولكن هنا الموضوع اتطور. طرزان يا ريت الموضوع كان بيقف على تنمر، ولكنه كان بيتعرض كمان للضرب والاهانه من القرود اللي حواليه، وده بسبب ضعف بنيته الجسديه. فكان طول الوقت عنده عقده نقص منهم، ان هو شايفهم عندهم انياب وكتله عضليه اكبر، وحتى الفرو اللي على جسمهم اللي بيدفوهم وهو ما عندوش الكلام ده كله. ولكنه بالرغم من كده بيكتشف حاجه مهمه، ان القوه بتبقى بالمكر وبالذكاء مش بس بالجسم. ولما بيوصل لعمر ال10 سنين طرزان بيقرر ان هو يروح على الكوخ اللي كان فيه ابوه قبل ما يموت، ولما بيدور في الاغراض هناك بيلاقي سكين صيد وبيلاقي شويه كتب وفيها رسومات. لكن خلينا دلوقتي بقى فين؟ في السكينه اللي هو هيعرف ان دي سلاح، ولكنه هيخبيها عن بقيه القرود وهيتعلم صناعتها، وهيفضل يتكتك في السر لحد ما هيروح ينتقم من كرشاك زعيم القرود ويبقى هو اللي اخد مكانه، صحيح مش هو القائد. وهنا بتكتشف ان نسخه طرزان الموجوده في الفيلم كرتونيه ملهاش علاقه باللي اتذكرت في القصه، هو مش مجرد شخص، هو كائن بدائي عنده غريزه البقاء والانتقام، كل فكره في ازاي يقدر يعيش يوم كمان، لان الامور هتزداد سوءا. بمجرد ما طرزان هيكبر شويه في السن هيبتدي ان هو يروح اماكن تانية في الغابه، او في يوم من الايام وهو بيدور بيلاقي قدامه بني ادم، واحد من قبيله افريقيه، بيبتدي ان هو يرقمه
ويراقبه ويعرف عاداته وتصرفاته ويتعلم منه حتى ابسط الحاجات. وفي النهايه خالص طرزان بيقرر ان هو ينقض عليه ويقتله عن طريق واحد من الحبال اللي كان بيتشعلق عليها. وبمرور الايام وطرزان عمال بيكبر بيلاقي مركبه بدات تقرب من السواحل بتاعت الجزيره اللي هم فيها. بيكون مستغرب هي ايه دي اصلا، ان اول مره في حياته يشوف سفينه، ولكنه لما بيقف يبص عليها بيلاقي مجموعه من الناس نازله منها. 4 منهم كانوا ابو جين وجين نفسها والقبطان بتاع المركب اللي اسمه ويليام، ومعاهم الصياد كليتون. بيبتدوا ان هم يعسكروا على الجزيره، ولكن بتهاجمهم مجموعه من قبيله وبتاخدهم عندها رهاين. اخذت الاربعه القبطان والصياد ومعاهم جين وابوها. لما بياخدوهم وينقلوهم بيكون طرزان عمال يرقمهم بعينيه وبيراقبهم من بعيد، وبيعرف بقى ان القبيله دي مش اي قبيله، دول ناس بياكلوا لحوم البشر، لا وكمان بياكلوا لحم بعض لما بيموتوا. فتخيل بقى هيعملوا ايه في الاربعه اللي خطفوهم، ويا ترى هل هو اصلا هينقذهم ولا مش هيكونوا فارقين معاه؟ وايه بقى المفاجاه اللي انا هكشفها لك عن حياه طرزان اول ما وصل الجزيره؟ كل ده انا هكشفه لك في الجزء الثاني من القصه. رمضان كريم عليكم، معاكم محمود زايد، سلام.